وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب نحبنا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. صباح الخيرات أو مساء الخيرات على حسب كنت بتشوف الفيديو ده امتى. صديق القمر الجميل، النهارده بنراجع مع بعض مراجعة شاملة على الروابط وأشكال الجزيئات اللي هو الباب الأول عندنا في المنهج. طيب، أنا عايز أقول لسيادتك إن المراجعة هتكون متقسمة لجزئين، جزء إن إحنا هنراجع فيه المنهج بشكل سريع وبشكل تفصيلي، والجزء الثاني ان احنا نبدا نحل مع بعض اختبار شامل او امتحان شامل على الباب الاول عشان خاطر نطبق المعلومه بتاعتنا. تعال نبدا من الاول خالص بقى، ولما نشوف ايه هي انواع العناصر الكيميائيه. انا بقول لك ان انواع العناصر الكيميائيه اتنين، يا اما تكون عناصر خامله يا اما تكون عناصر نشطه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك العناصر الخامله هي العناصر التي لا تشترك في التفاعلات الكيميائيه. طيب يجي بقى لطالب أزهر يقول له علل، هي ليه لا تشترك في التفاعلات الكيميائية؟ بسيطة يا مستر، هي لا تشترك في التفاعلات الكيميائية، أقول له بسبب اكتمال غلاف التكافؤ بالإلكترونات. ده لأن غلاف التكافؤ بتاعها مكتمل بالإلكترونات، عشان كده باجي أقول لك إن هي غالبا بتوجد في صورة ذرية مفردة، يعني جزيئات الغازات الخاملة بتبقى عبارة عن ذرة واحدة مفردة. طيب خلصنا من العناصر الخاملة واللي احنا عارفينها ان هي عناصر المجموعة الصفرية او عناصر المجموعة رقم 18 اللي هو هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. طيب تعال نتكلم بقى على العناصر النشطة. قال لك العناصر النشطة هي عناصر بتشترك في التفاعلات الكيميائية. طب مستر هي ازاي بتشترك في التفاعلات الكيميائية؟ قال لك هي بتشترك في التفاعلات الكيميائية عن طريق حاجة من التلاتة، يا إما عن طريق فقد الإلكترونات أو عن طريق اكتساب الإلكترونات، يا إما عن طريق المشاركة بالإلكترونات. أنا يا إما بفقد إلكترونات يا إما بكتسب إلكترونات يا إما بشارك بالإلكترونات، يا فقد يا اكتساب يا مشاركة. طيب مستر هو أنا إمتى أفقد وإمتى أكتسب؟ قال لك الفقد بيكون في حالة إن العنصر كان عنصر فلز. طيب المشاركة والاكتساب قال لك دي لو كانت في عنصر لا فلز. احنا قلنا إن احنا ما عندناش أشباه فلزات الترم ده، أنا يا فلز يا لا فلز. طيب عشان كده بقول لك إن هي غالبا بتوجد في صورة ذرية أو جزيئية، يعني تتواجد في الصورتين يا صورة جزيئية ذرتين أو أكتر يا إما صورة ذرية ذرة واحدة بس. وقسمناهم لفلز ولا فلز وشبه فلز، وقلنا إن إحنا ندرس الفلزات واللا فلزات. طيب بعد ما عرفنا أنواع العناصر قال لك تعالى نتكلم عن حاجة اسمها نموذج لويس النقطي. مستر هو يعني إيه نموذج لويس النقطي؟ قال لك حيث يتم إحاطة رمز العنصر بعدد من النقاط بحيث تمثل إلكترونات غلاف التكافؤ، يبقى كل نقطة بتمثل إلكترون. طيب إحنا مش هنحفظ أمثلة، إحنا نحفظ قواعد. لو كان العنصر بيقع في المجموعة 1A يبقى بيحاط بنقطة واحدة. طب لو كان بالمجموعة 2A يبقى بيحاط بنقطتين.
طب لو كان في المجموعة 3A يبقى بيحاط ب3 نقط. طب لو كان في المجموعة 4A يبقى بيحاط ب4 نقط. ولو كان في المجموعة 5A يبقى بيحاط ب5 نقط. ولو كان في المجموعة 6A يبقى بيحاط ب6 نقط. ولو كان في المجموعة 7A يبقى بيحاط ب7 نقط. ولو كان في المجموعة الصفرية هتلاقيه بيحاط يا مستر ب8 نقط، لأنه غلاف التكافؤ مكتمل بالإلكترونات. طيب، وقلنا إن التفاعل الكيميائي بيتم عن طريق عدد، أو إن الروابط بتتكون عن طريق عدد الإلكترونات المفردة، اللي هو الإلكترون اللي بيكون لوحده. طيب، جميل جدا. بعد ما خلصنا نموذج لويس النقطي قال لك بقى تعالى نتكلم على شوية ملاحظات كده. إيه هي؟ إن لويس قسم أزواج الإلكترونات لنوعين، يا زوج حر يا زوج ارتباط. طيب، نبدأ الأول بزوج ارتباط. قال لك هو الزوج الذي يشارك في تكوين الروابط. إنما الزوج الحر قال لك هو الزوج الذي لا يشارك في تكوين الروابط. طيب، فلو اتكلمت ان انا عندي 2 الكترون ما بين ذرتين مختلفتين، انت كده بتتكلم على زوج ارتباط. 2 الكترون ما بين ذرتين مختلفتين، انت كده بتتكلم عن زوج ارتباط. انما لو عندك 2 الكترون بشكل حر بالكلام ده، يبقى انت كده بتتكلم على ان انت عندك زوج حر. يبقى الزوج الحر هو اللي بيكون لوحده، وزوج الارتباط هو اللي بيكون ما بين ذرتين مختلفتين او متشابهتين، زوج ارتباط. طيب، جميل جدا. بعد ما عرفنا انواع الازواج قال لك بقى تعالى نتكلم على انواع الروابط. واحنا في الحقيقه قسمنا الروابط لنوعين. ايه هما بقى النوعين؟ قال لك في روابط كيميائيه وفي روابط فيزيائيه. الروابط الكيميائيه دي بتكون بتتواجد بين الذرات داخل الجزيء الواحد. احنا عارفين ان الجزيئات بتتكون من ذرات، فالروابط بقى اللي بتربط ما بين الذرات دي، الروابط اللي بتكون موجوده جوه الجزيء اسمها روابط كيميائيه. انما الروابط الفيزيائيه دي اللي بتتواجد غالبا بين الجزيئات. يبقى لو روابط بتربط ما بين ذرات روابط كيميائيه، لو روابط بتربط ما بين جزيئات يبقى روابط فيزيائيه. طيب مستر، هي روابط كيميائيه كنا زي مين؟ قال لك عندك روابط كيميائيه زي الرابطه الايونيه، وعندك روابط كيميائيه زي الرابطه التساهميه، وعندك روابط كيميائيه زي الرابطه التناسقيه. طيب الفيزيائيه قال لك عندي رابطه اسمها الرابطه الهيدروجينيه، وعندي رابطه اسمها الرابطه الفلزيه. طيب، تعال نراجع مع بعض كده رابطه بالتفصيل. اولا الرابطه الايونيه، قلنا مثلا الرابطه الايونيه عباره عن رابطه كيميائيه بتنشا بين ايون موجب لعنصر فلزي، جميل، وايون سالب لعنصر لا فلزي. يبقى هي بتنشأ ما بين عنصرين، احدهما فلزي والاخر لا فلزي، حيث ان العنصر الفلزي يتحول الى ايون موجب، والعنصر اللا فلزي يتحول لايون سالب، وينشأ ما بين الايون الموجب والايون السالب تجاذب كهربي. فلو جينا قلنا مثلا انا عندي عنصر فلز وعندي عنصر لا فلز. عنصر فلز ده مثلا زي الصوديوم. الصوديوم بيميل اثناء التفاعل الكيميائي لانه فلز بيميل الى فقد الالكترونات، فيتحول لايون بيحمل شحنه موجبه.
انما الكلور بما انه عنصر لا فلز، فلما بيتفاعل مع الفلزات بيميل لاكتساب الالكترونات، فيتحول لعنصر او ايون بيحمل شحنة سالبة. يحصل ما بين الايون الموجب والايون السالب تجاذب كهربي فيكون الرابطة الأيونية. ودليل على الكلام ده المثال، لقى إن ذرة الصوديوم فقدت إلكترون وذرة الكلور اكتسبت إلكترون، فعبارة عن Ne موجب وCl سالب، وبدأ يتكون التجاذب الكهربي ما بين الأيون الموجب والأيون السالب. فعشان كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الرابطة الأيونية بيكون ليس لها وجود مادي أو اتجاه معين، لأنها مستر بتنشئ نتيجة التجاذب الكهربي ما بين الأيون الموجب والأيون السالب. وبالشكل ده خلصنا من الرابطة الأيونية. تعالى بقى نعرف خواص المركبات الأيونية. أول خاصية بيقول لك إنها بتوصل تيار كهربي، لأنها بتتأين إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. طالما في أيونات في توصيل كهربي. بتذوب في الميزوبات القطبية زي المية، قال لك لأنها تتأين إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. تاني حاجة قال لك درجة غليانها وانصهارها بتكون مرتفعة، ده مثلا لأن فرق السالبية الكهربية بين عنصريها بيكون أكبر من 1.7. قال لك كمان إن كلما زاد الفرق في السالبية الكهربية كلما زادت الخاصية الأيونية، فالمركب بيكون أقوى مركب أيوني. محاليلها ومصاهرها بتكون جيدة التوصيل الكهربي. ولما جينا بصينا هنلاقي إن أيونية كلوريد الصوديوم بتكون أكبر من أيونية كلوريد المغنيسيوم، بتكون أكبر من أيونية كلوريد الألمنيوم. ده مش بس كده، ده احنا اعتبرنا إن كلوريد الألمنيوم مركب غير أيوني. طب مستر واحنا ليه اعتبرناه مركب غير أيوني؟ قال لك لأن فرق السالبية الكهربية كان أقل من 1.7. ولازم يا مستر في المركبات الأيونية يكون فرق السالبية الكهربية أكبر من 1.7. تاني حاجة بقى وهي روابط التساهمية. تعال نعرف يعني ايه رابط تساهمية. قال لك الروابط التساهمية هي عبارة عن روابط كيميائية بتنشأ بين ذرتين لا فلزيين. يعني معنى كده ان كل الروابط التساهمية بتنشأ ما بين ذرات اللا فلزيات، بشرط ان يكون ان فرق السالبية الكهربية دايما هيكون أقل من 1.7. لأن لو كان فرق السالبية مستر أكبر من 1.7 ده كان هيخليه مركب أيوني. وقال لك إن إحنا قسمناها ل3 أنواع: تساهمية نقية، وتساهمية غير قطبية، وتساهمية قطبية. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ يمشي مع بعض واحدة واحدة. إحنا اتفقنا إن كلها تكون ما بين ذرات لا فلزات. قال لك التساهمية النقية دي بتنشأ ما بين ذرتين لنفس العنصر، يعني بتكون ما بين ذرات العنصر الواحد. إنما التساهمية الغير قطبية والتساهمية القطبية بتكون ما بين ذرتين لعنصرين مختلفين. يبقى تاني، لو كان العنصرين مختلفتين والاتنين لا فلزيين يبقى يا إما غير قطبية يا إما قطبية. إنما لو كان ذرتين لنفس العنصر يبقى مركب تساهمي نقي. قال لك ليه بقى؟ لأن التساهمي النقي بيكون ليهم نفس السالبية، فبيكون فرق السالبية الكهربية بيساوي 0، لأن هما من نفس النوع. ده فبيؤدي إلى نقاوة نوع العنصر، لأن العنصر هو أبسط صورة نقية للمادة. زي مثلا جزيء الأكسجين O2، جزيء النيتروجين N2، جزيء الكلور Cl2، جزيء بخار الكبريت S8. طيب تعال بقى نتكلم على التساهمية الغير قطبية
والتساهمية القطبية. الغير قطبية بيكون عبارة عن ذرتين لعنصرين مختلفتين فرق السالبية بينهم بيكون أكبر من الصفر، وفي نفس الوقت بيكون حتى 4/10، يعني من صفر لحد 4/10، ودي بيخليها كلها مركبات غير قطبية. ومثال على الكلام ده مركب زي مركب الميثان CH4. طيب التساهمية القطبية بقى قال لك برضو بتكون ما بين ذرتين لعنصرين مختلفتين بس فرق السالبية الكهربية بيكون أكبر من 4/10 وفي نفس الوقت أقل من 1.7. يبقى لو كان فرق السالبية الكهربية صفر انت كده تساهمي نقي. طب أكبر من صفر لحد 4/10 انت كده تساهمي غير قطبي. طب أكبر من 4/10 وأقل من 1.7 يبقى تساهمي قطبي. لو كان أكبر من 1.7 يبقى انت كده مستر مركب أيوني. واتكلمنا على مركبات قطبية زي جزيء المية H2O وجزيء النشادر NH3 وجزيء فلوريد الهيدروجين HF. طيب بعد ما عرفنا أنواع الروابط التساهمية قال لك بقى عندنا شوية ملاحظات مهمة كده، ألا وهي إن الروابط الكيميائية دي يا مستر بتنشأ ما بين الذرات أو الأيونات. الحاجة التانية إن الرابطة الأيونية لا تحتوي على أزواج ارتباط وإنما تحتوي على أزواج حرة فقط في الأيون السالب. جميل جدا. قال لك كمان إن الروابط التساهمية بتحتوي على أزواج ارتباط اللي بتكون الروابط وبتكون ساعات أزواج حرة حوالين الذرات. وقال لك إن كل زوج ارتباط بيكون رابطة أحادية فقط. فإذا كانت الذرة المركزية تحتوي على إلكترونات حرة بيكون المركب قطبي. إنما مستر إذا كانت الذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة فده بيديني احتمالين. الاحتمال الأول إذا كانت الذرات الطرفية متشابهة بيكون المركب غير قطبي. زي مين؟ زي أقول لك مثلا ثاني أكسيد الكربون CO2. لو جينا فرق السالبية هلاقي فرق السالبية ما بين الأكسجين والكربون واحد، بس لأن الذرتين الطرفيتين من نفس النوع فبيخليه مركب غير قطبي. ده لأن بيكون محصلة عزم الازدواج بتاعهم بيساوي صفر. إنما بقى مستر لو كانت الذرة الطرفية مختلفة ساعتها بيكون مركب قطبي. ودليل على ده إني عندي مركب مثلا زي CH3OH، فده بيخليه مركب قطبي له القدرة على الذوبان في الماء. ده مش كمان يا مستر يقدر يكون روابط هيدروجينية زي الكحولات. طيب بعد ما خلصنا الكلام ده قال لك تعالى نتكلم بقى على النظريات. وأول نظرية عندي كان اسمها نظرية الثمانيات. نص النظرية بيقول لي بيقول لي أولا هو العالمين كوسل ولويس بيقول لك إن بخلاف الهيدروجين والليثيوم والبريليوم، هيدروجين H، ليثيوم Li، بريليوم Be، بيقول لك بتميل ذرات جميع العناصر للوصول للتركيب الثماني. تاني يا مستر بيقول لي ان بخلاف الهيدروجين والليثيوم والبريليوم بتميل ذرات جميع العناصر للوصول للتركيب الثماني. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك HF، الفلور او الهيدروجين كان عنده الكترون واحد في غلاف التكافؤ. الفلور كان بيبقى عنده 7، منهم 3 ازواج حرة والكترون واحد مفرد. لو جينا بصينا هنلاقي ان بقى في حيازة الفلور 8 الكترونات، وفي الهيدروجين بقى في حيازته 2 الكترون. واحنا عارفين ان قال لك بخلاف الهيدروجين انما الذره الثانيه غير الهيدروجين والليثيوم والبريليوم بتوصل للتركيب الثماني. طب عيوبها، اول حاجه لم تستطيع
تحديد شكل الجزيء أو قيم الزوايا. تاني حاجة قال لك لم تستطيع تحديد تساهمية المركبات اللي بيكون مجموع إلكترونات غلاف تكافؤ الذرات بيساوي عدد فردي. ده كمان يا مستر لم تستطيع تحديد تساهمية بعض المركبات مثل ثالث فلوريد البورون وخامس كلوريد الفوسفور وسادس فلوريد الكبريت. وقلنا دي كلها بدايل. مستر ممكن نقول بدل ثالث فلوريد البورون ممكن أقول ثالث كلوريد البورون، أو أقول ثالث يوديد أو ثالث بروميد. ممكن أقول بدل خامس كلوريد ممكن أقول خامس فلوريد. ممكن أقول بدل سادس فلوريد ممكن أقول سادس كلوريد. ببدل الكلور بالفلور أو البروم أو اليود، أو ببدل خصوصا في مجموعة الهالوجينات. طيب بعد كده اتكلمنا على نظرية تنافر الإلكترونات أو سميناها باسم نظرية فيسبر، اللي بتقول بتتوزع أزواج الإلكترونات سواء كانت حرة أو مرتبطة في الفراغ حول الذرة المركزية بحيث يكون التنافر بينهما أقل ما يمكن. فده بيدي تكوين شكل الأكثر استقرارا وثباتا للجزيء. وقال لك إن بيعبر عن هذا المركب بالاختصار AXNEM، حيث إن الإكس يا مستر دي بتمثل أزواج الارتباط، والإن هو عدد أزواج الارتباط، وإن الإي دي الأزواج الحرة، وإن الإم هو عدد الأزواج الحرة. ده كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن كلما زاد عدد أزواج الإلكترونات الحرة اللي هي الإي بيزداد قوة التنافر وتقل الزوايا بين الروابط التساهمية. خليني أقول لك على شوية حاجات كده. إن الشكل اللي بنجيبه من الاختصار لو كان اختصارك AX2 يبقى شكلك هيكون خطي. طب لو كان AX2E شكلك هيكون زاوي. طب لو كان شكلك AX2E2 شكلك هيكون زاوي. لو كان AX3 شكلك مثلث مستوي. AX3 شكلك هرم ثلاثي القاعدة. AX4 شكلك هيكون رباعي الأوجه. ومديك الأمثلة. بس تعالى نتكلم بقى على ترتيب الأزواج. أنا عندي 3 أنواع من ترتيب الأزواج. يا إما يكون ترتيب أزواجي خطي، يا إما يكون مثلث مستوي، يا إما يكون هرم رباعي الأوجه. طيب أنا أعملها إزاي؟ قال لك إن ترتيب الأزواج بيكون معتمد على المحصلة اللي هو مجموع الأزواج الحرة وأزواج الارتباط. الأزواج الارتباط N والأزواج الحرة E. فلو كان ترتيب أزواجك خطي يبقى أنت محصلتك بتكون 2. ترتيب أزواجك مثلث مستوي محصلتك بتكون 3. ترتيب أزواجك رباعي الأوجه يبقى محصلتك بتكون 4. طيب يعني مثلا ال AX2 ده ترتيب أزواجه خطي. AX2E هنا المحصلة 3 فترتيب أزواجه مثلث مستوي. AX2E2 ده هنا محصلة 4 فترتيب أزواجه رباعي الأوجه. AX3 محصلة 3 يبقى ترتيب أزواجه مثلث مستوي. AX3E محصلة 4 يبقى ترتيب أزواجه هرم رباعي الأوجه. AX4 محصلة 4 يبقى ترتيب أزواجه رباعي الأوجه. وأعرف إن بيكون ترتيب الأزواج مماثل للشكل الفراغي في حالة عدم وجود أزواج حرة. طيب بعد ما خلصنا نظرية فيسبر قال لك تعالى نتكلم عن نظرية رابطة التكافؤ بمفهوم التداخل الأول. إيه مفهوم التداخل؟ بيقول لك إن بيحصل تداخل ما بين أوربيتالين
نصف ممتلئين. بس مثلا هقول لك على حاجه بقى، لازم أن يكونوا الاوربيتالين دول لذرات لا فلزات، يعني بيكون ما بين ذرتين مختلفتين لعنصرين لا فلزيين، او ممكن يكونوا من نفس نوع العنصر. طيب قال لك لتكوين الرابطه التساهميه، ومثال على الكلام ده كان جزيء الهيدروجين اللي انا عندي اتش مرتبطه مع اتش. في ذره الهيدروجين الاولى عندها الكترون نصف ممتلئ اللي هو 1s1، والثانيه برضو عندها اوربيتال 1s1. يبقى عرفت ان الرابطه التساهميه في جزيء الهيدروجين نشأت من تداخل اوربيتال 1s مع 1s. طب كل الهيدروجين عباره عن اتش مرتبطه مع Cl، علما بان الاوربيتال بتاع الهيدروجين هو الاوربيتال 1s. طيب بتاع الكلور هيكون عباره عن الاوربيتال 3bz، لان ده اللي هيكون فيه الكترون مفرد. يعني معنى كده ان انا بتكلم ان رابطه التكافؤ بتنشأ ما بين تداخل اوربيتالين بشرط ان يكون الاوربيتال بيحتوي على الكترون مفرد، وان التداخل هنا بيكون بين ذرتين. طيب جميل جدا. قال لك بقى امال التداخل بمفهوم التهجين، قال لك ان بيحصل تداخل ما بين اوربيتالين مختلفين او اكثر بس نفس الذره. يبقى لو كان تداخل ما بين اوربيتالات من ذرات مختلفه يبقى بتكلم كده على رابطه تساهميه. انما لو كان تداخل ما بين اوربيتالات لنفس الذره يبقى انا بعمل اوربيتالات ذريه مهجنه تعرف باسم الاوربيتالات المهجنه. طب مستر هي كانت ايه شروط التهجين؟ قال لك ان يحدث تهجين بين اوربيتالات نفس الذره. ده مش بس كده، قال لك ان بيحدث تهجين بين اوربيتالين القريبه من بعضها في الطاقه، زي مثلا ال2s وال2b، طاقته هنا 2 طاقته هنا 3. قال لك ان بيكون عدد الاوربيتات المهجنه بيساوي عدد الاوربيتات الداخله في التهجين، وان بيكون الاوربيتال المهجن اكثر نشاطا لان بيكون اكثر بروزا لان بيخليه اكثر قدره على التداخل. ولكن كنا بنحدد نوع التهجين في اي ذره من حساب عدد الروابط سيجما وعدد ازواج الالكترونات الحره. طيب تعال نتكلم بقى على امثله. عندي ميثان سي وايثيلين 2C والاستيلين 2C. الميثان بيكون معاه 4 ذرات هيدروجين، ادي H H H H، والهيدروجين بيعمل روابط سيجما. يبقى انا عندي ادي 1 2 3 4، عندي 4 روابط سيجما والكربون ما عندوش حر. فلما اجمع 4 سيجما و0 حر يدينا محصلة 4، يبقى نوع التهجين Sp3. فلما جينا بصينا على الاوربيتالات المهجنة والغير مهجنة، كان عندي اوربيتال غير مهجن واحد واللي هو 1s، وعندي يا مستر 4 اوربيتالات مهجنة 1 2 3 4، عنده 4 اوربيتالات مهجنة من النوع Sp3. طيب وكل واحد فيهم بيحتوي على الكترون مفرد ما عدا الاوربيتال 1s، واللي بالمناسبة ده اللي مش هيشارك في عملية التهجين. انما الايثيلين او بسميه باسم الايسين ما بين ذرة الكربونة والتانية في رابطة مزدوجة، وبين كل كربونة مرتبطة ب2 هيدروجين. فمعنى كده ان الكربونة الواحدة عاملة 3 روابط سيجما ورابطة واحدة باي. فده كان بيخلي نوع التهجين ان كان الكربونة الواحدة عندها 3 اوربيتات مهجنة من النوع Sp2.
تعالى بقى نتكلم على الأوربيتالات التي لم تشترك في التهجين. مبدئيا كده يا مستر، الأوربيتال 1s والأوربيتال 2bz دول اللي ما اشتركوش في عملية التهجين. طيب في جزيء الأستيلين ما بين الكربونة والتانية كان عندي رابطة ثلاثية، منهم واحدة سيجما واتنين باي، وكل كربونة كانت عاملة رابطة سيجما مع ذرة هيدروجين. فكان عندي في كل كربونة 2 اوربيتال مهجن من النوع اس بي. والروابط التي لم تشترك في التهجين كانت الاوربيتال 1 اس والاوربيتال 2 بي واي والاوربيتال 2 بي زد. طب مثلا لو بنتكلم على بقى قيمة الزاوية، في الميثان الزاوية ب109.5، في الإيثين الزاوية ب120، في الأستيلين الزاوية ب180. والمناسبة كلهم مركبات تساهمية غير قطبية. طيب بعد ما عرفنا التهجين قال لك بقى تعالى نتكلم على نظرية الأوربيتالات الجزيئية اللي بنتكلم فيها على الروابط سيجما والروابط باي. بقول لك اعتبروا إن الجزيء هو وحدة واحدة أو ذرة كبيرة متعددة الأنوية بيحدث فيها تداخل بين جميع الأوربيتالات الذرية اللي هو الإس والبي والدي والإف عشان أكون حاجة اسمها الأوربيتالات الجزيئية اللي هي الرابطة سيجما والرابطة باي، في كمان الرابطة دلتا. بس أنا عندي سيجما وباي بس. كل اللي عايز أقوله لك إن لو كان التداخل بالرأس فده بيعمل لي روابط زي روابط سيجما، ولو كان التداخل بالجنب زي الشكل اللي قدام سيادتك ده بيعمل لي رابطة اسمها رابطة باي. فأنا عندي أوربيتالات ذرية نقية اللي هي أوربيتالات الإس والبي والدي والإف. الأوربيتالات الذرية المهجنة زي الإس بي والإس بي 2 والإس بي 3. الأوربيتالات الجزيئية بقى زي سيجما وزي الباي. طيب عايز أكد بس على معلومة صغيرة كمان، إن الروابط باي لا تحتوي على أوربيتالات مهجنة، دايما بتكون ما بين أوربيتالات البي النقية. إنما السيجما ممكن يكون بين نقي ونقي، نقي ومهجن، أو مهجن ومهجن. طيب كان نتكلم عن الرابطة التناسقية. قال لك إن الرابطة التناسقية هي عبارة عن رابطة كيميائية بتتكون ما بين ذرة مانحة للإلكترونات وذرة مستقبلة للإلكترونات. الذرة المانحة هي اللي بتحتوي على أزواج حرة للإلكترونات، والذرة المستقبلة هي الذرة التي بتحتوي على أوربيتالات فارغ. واتكلمنا كانت أشهر أمثلة عندنا هي إني لو جبت بروتون موجب بيحتوي على أوربيتال فارغ وفعلته مع جزيء مية H2O، ذرة الأكسجين بتحتوي على زوج من الإلكترونات الحرة، فبيعمل لي جزيء اسمه أمونيوم H3O موجب. أو لو جبت بروتون موجب فعلته مع جزيء نشادر NH3، فده بيعمل لي رابطة تساهمية تناسقية عبارة عن NH4 موجب. وكمان يا مستر كنا بنقول إن الرابطة التساهمية، أو أنا آسف، إن الرابطة التناسقية إن هي كانت عبارة عن نوع خاص
من الروابط التساهمية، لكن كانت بتختلف في منشأ زوج الإلكترونات بتاعت الارتباط. تعال بقى نتكلم على الروابط الهيدروجينية. قال لك إن الروابط الهيدروجينية بتكون عبارة عن رابطة بتتكون عندما تقع ذرة الهيدروجين بين ذرتين أعلى منها في السالبية، حيث ترتبط ذرة الهيدروجين بإحداهما برابطة تساهمية قطبية وترتبط بالأخرى برابطة هيدروجينية. طب مستر، هي مين الذرات الأعلى منها في السالبية؟ قال لك أنت عندك 3، يا أكسجين يا نيتروجين يا فلور. فعشان كده المركبات اللي بيها روابط هيدروجينية هي المية H2O، النشادر NH3، فلوريد الهيدروجين HF. وقلنا إن بتزداد قوة الرابطة الهيدروجينية بزيادة فرق السالبية بين الهيدروجين والذرة الأخرى. وقلنا إن أنا عندي أشكال للمركبات اللي بتحتوي على روابط هيدروجينية، ممكن تكون عبارة عن سلسلة مستقيمة زي مركب فلوريد الهيدروجين بيعمل سلسلة مستقيمة، حلقة مغلقة زي مركب فلوريد الهيدروجين برضو، شبكة مفتوحة يا مستر زي جزيء النشادر وجزيء المية H2O، دول بيعملوا شبكات مفتوحة. طيب كده كان عندي آخر رابطة وهي الرابطة الفلزية، وقال لك هي عبارة عن رابطة فيزيائية موجودة في الفلز وتعتبر السبب في صلابته. وقال لك هي عبارة عن تجمع الإلكترونات التكافؤ لتربط أيونات الفلز الموجبة ببعضها البعض. جميل. وقال لك كمان إن بتزداد قوة الرابطة الفلزية بزيادة عدد إلكترونات التكافؤ، وبالتالي بتزداد الخواص مثل درجة الانصهار ودرجة الغليان والصلابة، فكلما زاد عدد الإلكترونات آخر مستوى زادت صلابة الفلز. تعالى بقى آخر حاجة عندي، وهي عندي ملاحظات كده بتيجي في الأسئلة بنسميها مفاتيح حل الأسئلة، ألا وهي العناصر اللي بتحتوي على أوربيتال فارغ بتستطيع تكوين روابط تناسقية، والعناصر اللي بتحتوي على زوج أو أكثر من الإلكترونات الحرة بتستطيع تكوين روابط تناسقية. وقال لك إن الروابط الفيزيائية هي أضعف بكثير من الروابط الكيميائية، إن الرابطة الهيدروجينية أضعف من الرابطة التساهمية، وإن الهيدروجين لا يكون إلا الروابط التساهمية فبيعمل رابطة تساهمية واحدة فقط، ولا يحتوي على أزواج حرة ولا يحدث بها تهجين. كمان الكربون لا يحتوي على أزواج حرة، وعندما يرتبط يكون 4 روابط لها الاحتمالات التالية: يا إما يعمل مركب زي الميثان CH4 كلهم من النوع سيجما، يا إما زي الإيثيلين C2H4 كل ذرة كربون عاملة 3 سيجما وواحدة باي، يا إما زي الإسترين C2H2 كل ذرة كربون عاملة 1 سيجما أنا آسف 2 سيجما و2 باي. وكده يا صديقي يبقى احنا رجعنا كده بشكل سريع وبشكل مكثف على الشرح من أول وجديد. تعالى بقى نتنقل للجزء بتاع الحل.